بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم راح نشارك معكم طريقتي في تحضير كباب الزيتون. وصفة هايلة بنينة بزاف وبطريقة سهلة. بقاو معايا للأخير باش نتعرفوا على المقادير وعلى كيفية تحضير هذه الوصفة. نبداو أولا بالمقادير تاع المرقة تاع هذا الكباب. نحتاجو للدجاج أفخاذ دجاج ولا دجاجة كاملة. نحتاجو نص حبة بصلة نرحيوها ولا بصلة صغيرة. بالنسبة للتوابل: ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، كمية قليلة تاع كركم وزنجبيل والكزبر. نحتاجو أيضا للمعدنوس نقطعوه رقيق، مغرفة زبدة زائد ربع مغارف أو 5 تاع زيت، كيلو تاع زيتون نحطوه في الماء لليلة كاملة باش يبقى محافظ على اللون تاعو يخرج منه الملح. ونحتاجو أيضا الملعقة تاع لاموتارد. نروحوا لكيفية التحضير. نحطوا الكمية تاع الزيت والمغرفة تاع الزبدة، نخليو الزيت يسخن والزبدة تذوب. بعدها نزيدوا الكمية تاع البصلة في هذه الوصفة نحطوا كمية قليلة، بصلة صغيرة ولا نص حبة بصلة متوسطة. نقليوها شوية في الزيت وفي الزبدة. بعدها نزيدوا الدجاج. هنا حطيت دجاجة صغيرة، تقدروا تعوضوها بأفخاذ دجاج، وكل وحدة تحط الدجاج على حسب أفراد العائلة. قليت هذه الدجاجة مع البصلة. بعدها زدت التوابل اللي هي الملح والثوم وكمية قليلة تاع كركم وفلفل أسود وكزبر، الزنجبيل والمعدنوس، ومغرفة كبيرة لاموتارد. نغطي ونخليو هذه الدجاجة تتقلى مع هذه التوابل. هنا سخنت الماء باش نمرق به هذه المرقة. بعد ما تقلات مليح هذه الدجاجة زدت الكمية تاع الزيتون خليوه يبات في الماء أحسن من كي نغليوه. بعدها مرقت بالماء سخون. هنا حطيت حوالي لتر ونصف تاع ماء. نغلقوا على الكوكوطة ونخليو هذا الدجاج والزيتون يطيبوا، ونروحوا نشوفوا كيفاش نحضروا كباب الزيتون. نحتاجوا الكمية تاع اللحم مرحي وكمية تاع زيتون نرحيوه ونعصروه مليح حتى يخرج منه هذاك الماء. كمية الزيتون دايما هي نصف الكمية تاع اللحم. التوابل نحتاجو الملح، كمية قليلة تاع زنجبيل، كمية قليلة تاع كركم، فلفل أسود والكزبر، وكمية تاع لاموتارد. ونحتاجو المغرفة تاع زبدة. هذه الزبدة حتخلي هذا الكباب طري. نخلطوا الكمية تاع اللحم مع الزيتون اللي كنا رحيناه وعصرناه مليح. نزيدو التوابل، نزيدو المغرفة تاع الزبدة، ونخلطوا جيدا هذه المكونات باستعمال اليد. بعدها نزيدو نرحيوها في لاشواغ باش هذه المكونات يندمجوا مليح مع بعض. كما راكم تلاحظوا طريقة تحضير هذا الكباب جد سهلة يعني وبسيطة. نرحيو مليح هذه المكونات مع بعض كما راه موضح أمامكم. بعدها نشكلوا صبيعات يكونوا متساويين، نشكلوهم بهذه الطريقة اللي راه موضحة أمامكم. هذه الوصفة نقدروا نحضروها في شهر رمضان، بما أنه رانا مقبلين على الشهر الفضيل. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ولا ترنا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه، أمين يا رب العالمين. بعد ما نكملوا الصبيعات اللي عندنا نجيبوا البيض والخبز اليابس، نخلطوا البيض بهذه الطريقة. بعدها نحطوا الكباب في هذا البيض ومباشرة نحطوه في لاشابلوغ. نستعملوا الفرشاة أحسن باش هذا الكباب ما يهزش كمية كبيرة من البيض. نرمدوا هذا الكباب في لاشابلوغ بهذه الطريقة اللي راه موضحة أمامكم. عملية سهلة وبسيطة وكامل تعرفوها.
واللي وصلت معايا لهذه المرحلة ومازال ما دارت ليش اشتراك، نتمنى دير لي اشتراك فضلا وليس امرا. واللي عجبتها هذه الوصفة وهذا لا فيديو ما تنساش تحط جيم. نكملوا كامل الكباب اللي عندنا بنفس الطريقة، نحطوه في البيض، بعدها نرمدوه في الخبز اليابس، ومن بعد نروحوا نقليوه. بعد ما يسخن الزيت نبداو نحطوا هذا الكباب في المقلة. بالنسبة للنار تكون بين متوسطة وهادئة باش هذا الكباب يطيب بالعقل. نقليو كامل الكمية اللي عندنا ونشوفوا كيفاه نكملوا نحضروا هذا الطبق. هنا بعد ما طاب الدجاج والزيتون نحيت هذا الدجاج دهنته بالسمن ودخلته للفرن وخليته يتحمر. والكباب بعد ما نقليوه نحطوه في المرقة ونخليوه يتجمر لبضع دقائق. طبق هايل بنين بزاف، ريحته هايلة وبنته ولا أروع. ونروح نشوفوا الطبق تاع نهار اليوم في صحن التقديم. اذا هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم اللي كانت عبارة على كباب الزيتون بطريقة جد سهلة. وصفة هايلة بنينة بزاف، جربوها كي راحتنا لإعجابكم. وصلنا لنهاية الفيديو، بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله الفيديو الجاي تلقاكم في احسن الاحوال. في امان الله.